الحمد لله الذي لم يزل عليا، إذا عاهدته وجدته وفيا، وإذا خاصمته وجدته قويا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وجعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وجعل النار لمن عصاه ولو كان شريفا هاشميا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر المؤمنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو خير نبي أرسله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض يا ربنا عن صحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. ثم أما بعد، عباد الله المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته، ولزوم أوامره وكثرة مخافته. اتقوا الله عباد الله، فإن الله عز وجل أمرنا وأوصانا بالتقوى، فقال عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم اجعلنا من المتقين، واحشرنا في زمرة المتقين يوم العرض عليك يا رب العالمين، آمين. ثم أما بعد، أيها المسلمون أيها المؤمنون عباد الله، ماذا يريد منا ربنا عز وجل عند هلاك الطغاة والظالمين؟ عباد الله، تشهد الأرض بمختلف بقاعها وبلدانها ومجتمعاتها، كما يشهد تاريخ البشرية بكل عصوره قديما وحديثا هلاك أناس من عالم البشر جسدا، ولكنهم ليسوا من عالم البشر قلبا وعقلا وعقيدة وإنسانية. إنهم أناس لا يذكرهم التاريخ إلا مع ذكر الدماء والمذابح والمجازر والشيطانية والعدوانية والبطش والقمع والكره للدين وللحق وللخلق، ولا تعرف لهم الحضارة إلا بحثهم عن المجد لذواتهم والثراء لأنفسهم. فمن هم هؤلاء؟ إنهم الطغاة في الأرض، والظلمة للخلق، والقتلة للبشر. إنهم على مر العصور يظهرون، يظلمون الخلق، يملؤون الأرض فسادا وظلما، ويسفكون دماء خلق الله عز وجل على حساب سلطانهم ومكانتهم وجاههم ومالهم. ولقد عانت البشرية من هؤلاء الطغاة والظالمين ما عانت قديما وحديثا، وذاقت من هؤلاء الطغاة الويلات تلو الويلات. وما يتمنى الناس الذين يعاصرونهم
وما يتمنى الناس الذين يعاصرونهم شيئا كما يتمنون زوالهم، ولا يرجون أمرا كما يرجون أن يروا في هؤلاء الطغاة والظالمين والمجرمين يوما عبوسا قمطريرا. عباد الله، وقد شهد تاريخ البشرية ماضيها وحاضرها ظهور هؤلاء الطغاة العتاة، سواء كانوا من الأمم الكافرة أو من الأمة المسلمة، فقد ظهر طغاة وظالمين ومجرمين على مر العصور في الماضي وفي الحاضر، ذكرهم لنا القرآن الكريم وبينهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا الله عز وجل كيف كانت عقوبتهم وهلاكهم في الدنيا. فتعالوا لنعرف من هؤلاء الطغاة والظالمين والمجرمين، وكيف كان هلاكهم، وماذا يريد منا ربنا جل وعلا بعد هلاكهم وبعد إهلاكهم وبعد قتلهم وظلمهم. الله عز وجل ذكر لنا في القرآن قصص كثير من الطغاة والظالمين الذين استضعفوا خلق الله وأذلوهم وقتلوهم وأهانوهم وشردوهم، وهذا جاري إلى يوم القيامة. فلنأخذ نماذجا من هؤلاء الطغاة ونأخذ منها العبر، ويأخذ منها السلاطين اليوم والحكام والولاة والذين عندهم مسؤولية في البلاد وعلى البلاد، ويأخذ العبر وأن يتفكروا أن الدنيا لا تدوم لأحد، وأن السلطان يزول، وأن الله بيده الملك وحده، وأن الله تعالى يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء بلحظات. هذا النمرود الذي ظهر في زمان نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، لما دعاه نبي الله إبراهيم إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان طغى وتجبر وتغطرس، وأوقد النار ليحرق نبي الله إبراهيم وألقاه وسط النار، فأمر الله النار أن لا تحرق إبراهيم، فنجى الله نبيه المؤمن إبراهيم عليه السلام، وأهلك النمرود بحشرة صغيرة دخلت في أنفه فدخلت في رأسه فمات، أكلت رأسه فمات. مهما تمادى وتعالى وطغى وتجبر أهلكه الله بأصغر مخلوقاته، بأصغر مخلوقاته يسلط عليه لا جيش ولا قصف ولا قتل ولا أي شيء، حشرة صغيرة بعوضة دخلت في أنفه فدخلت داخل رأسه فأكلت رأسه فمات. إنها قدرة الله، فليعتبر من يعتبر وليتفكر من يتفكر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. كل هذه آيات جاءنا بها القرآن لنعتبر ونتعظ، ويعتبر الولاة والحكام والسلاطين من هؤلاء الطغاة. ثم فرعون الطاغية الذي علا في الأرض استضعف أهلها، جعل أهلها شيعا، يقتل أبناءهم، يذبح الذكور ويترك النساء أحياء للخدمة، يستعبدهم، وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لأطلع إلى إله موسى
وإني لأظنه من الكاذبين. طغى وتوعد بني إسرائيل الذين آمنوا بنبي الله موسى والسحرة الذين سجدوا لله، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فأغرقه الله في البحر. قال أنا ربكم الأعلى. قال أريد أن أصعد إلى السماء لأرى إله موسى، فجعله الله في أسفل البحر فأغرقه بماء، لا جيش ولا قتال ولا أي شيء، إنما أطبق الله عليه البحر هو وجنوده الذين معه فأغرقه في البحر بشيء بسيط. إنها قدرة الله لا يستطيع عليها أي قادر أو أي قوي. ثم تعالوا إلى قارون، كان من قوم موسى فبغى في الأرض، طغى وبغى. الله عز وجل أعطاه من الكنوز كثير، أعطاه كنوزا ليس أحد يملكها في الأرض، حتى أن مفاتيح كنوزه لا يستطيع أن يحملها إلا 40 رجلا في زمانه، وكل رجل ربما يعادل 40 رجلا في زماننا. نصحه قومه قالوا لا تفرح، لا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، اتق الله وأحسن كما أحسن الله إليك. نصحه الصالحون وحذروه، قال هذا أوتيته من علم عندي، هذا ليس من الله، إنه من عندي. فماذا فعل الله به؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لحظة واحدة، مجرد خسف بكنوزه وقصوره وملكه، خسف به الأرض فابتلعته الأرض هو وكنوزه. ثم ماذا؟ كثير من الظالمين في الماضي وفي الحاضر. فتعالوا إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل فرعون هذه الأمة سماه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل عمرو بن هشام سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة، لأنه عذب المسلمين، عذب صحابة رسول الله، فعل ما فعل بصحابة رسول الله، تآمر على قتل رسول الله، أهان رسول الله، فقتل في معركة بدر، حتى صعد على صدره عبد الله بن مسعود التي كانت ساقاه دقيقتان ضعيفتان، فصعد على صدره فجز رأسه فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى ليملي للظالم، يمهله يمده فيظلم ويبغي ويفسد حتى إذا أخذه لم يفلته. والله سبحانه وتعالى قال، وهذه عبرة للولاة الأمور والسلاطين، فليعتبروا بغيرهم فإن السلطة لا تدوم. قال الله تعالى فلم يسيروا في الأرض، ما يمشون بالأرض يشوفون الأمم السابقة ظلت قصورهم خاوية على عروشها، ظلت أبراجهم وبيوتهم خاوية. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين الذين يكذبون الرسل، يكذبون الله، يكذبون الحق، يجعلون الحق باطلا والباطل حقا، الذين يهينون خلق الله ويظلمون خلق الله ويعذبون خلق الله ويغيبون خلق الله في السجون لسنين وعقود، حتى أن أهله ينسون أنه مات. لكن لطف الله
ورحمة الله وقدرة الله تظهر الحق على الباطل مهما طال الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعوة المظلوم، وبين أن دعوة المظلوم إذا دعا ليس بينها وبين الله حجاب ولا مانع ولا ستار. قال عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم، أي خاف من دعوة المظلوم، لا تظلم أحدا، لا تظلم إنسانا، لا تظلم فقيرا ولا مسكينا ولا ضعيفا، إياك أن تظلم إنسانا ولو غير مسلما. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، أي على السحاب، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. انظروا إلى الأمة الإسلامية كم مرت من الظلم والطغيان والإجرام، كم من استعمار استعمرها الكفار. أين هؤلاء المستعمرين؟ أين هؤلاء المحتلون؟ أين التتار؟ أين الإنجليز؟ وأين؟ انظروا إلى أخواننا الشعب السوري الذي عانى أكثر من 40 عاماً في السجون، في سجون سرية لا يعلمها أحد، ففتح الله لهم وأهلك طاغيتهم وأذله من غير قتال، فهرب خائفاً فأخذوا بلدهم. انظروا ماذا فعل. نساء ولدن في السجون بسبب اغتصاب السجانين لهن، خرجن من السجن معهن أولاد لا يعرفن آباءهم، من هو أبوه لا يعرفن. ها هي حرائر المسلمين اليوم تغيب في سجون سلاطين المسلمين، وها هم آلاف الأبرياء اليوم في سجون السلاطين الطغاة الظالمين. فليحذروا من غضب الله، وليحذروا من بطش الله، وليحذروا من مكر الله. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية، أي عبرة، لآية لقوم يعلمون. اللهم يا رب العالمين أصلح بلاد المسلمين، وول أمورنا الأخيار الصالحين المؤمنين، وأهلك الطغاة والظالمين والمجرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجيب لكم.